السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم يا اولى اعدادي، يا رب كلكم تكونوا بألف خير. كل سنه وانتم طيبين. النهارده هناخد درس الاجرام السماويه كامل باذن الله. وقبل ما نشوف الفيديو، لو عايز تشوف شرح الدروس اللي فاتت كلها كامله او اجزاء، هسيبها لك تحت عنوان الفيديو وفي اخر الفيديو ان شاء الله. كل اللي عليك تعمله دلوقتي تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونعمل لايك الفيديو عشان تشجعوني اكتر واكتر. لايك الفيديو ربنا يكرمه باذن الله عشان نقدر تعب بعض. يلا بينا نبدا سريعا كده ونشوف الاجرام السماويه. سبحانه وتعالى يا اولى اعدادي خلق الكون كله. طب يعني ايه كون؟ قال لك الكون دي كل الكائنات الحيه اللي موجوده في الدنيا كلها، نباتات بقى بكل انواعها، والانسان بقى ذكر وانثى وكل الناس دي كلها، والحيوانات دي كلها بقى، كل الكائنات دي، والسماء بقى والارض والكواكب والنجوم والاقمار والمجرات اللي احنا المجره اللي احنا عايشين فيها والمجرات اللي حوالينا والفضاء الكبير ده هو الكون. يبقى اذا الكون بما يحتوي على بقى، يبقى اي حاجه بتسبح في الكون ده بتسبح في الفضاء ده، سواء كان نجوم، سواء كان كواكب، سواء كانت اقمار، سواء كانت اجسام صخريه كده بتدور كده وفي الفضاء، يبقى كلها دي بقول عليها اجرام سماويه. طيب الكواكب مثلا وليكن زي كوكب الارض، هل كوكب الارض بيبقى ثابت في مكانه؟ قال لك لا، كل الاجرام السماويه دي بتبقى في حاله حركه مستمره الى ان يشاء الله، يعني مفيش حاجه ثابته في مكانها. يبقى اول ما اقول لك يا اولى اعدادي اجرام سماويه، يبقى على طول تحط كده في بالك اجرام سماويه يعني الكواكب دي كلها، الاقمار بقى اللي بتدور حوالين الكواكب، الكائنات كلها اللي موجوده في الكون، الفضاء، النجوم، المجرات، هي دي اجرام ايه؟ سماويه. اتفقنا؟ وكلمه سماويه لان دايما احنا بنسبح كلنا في الفضاء، يعني احنا كوكب الارض، احنا عايشين على كوكب الارض. طب كوكب الارض بيدور حوالين مين؟ حوالين الشمس في الفضاء، يعني في فضاء يعني سبحان الله شاسع جدا جدا، واسع جدا جدا. يبقى لما يجي لك في الامتحان اكتب المفهوم العلمي او المصطلح العلمي: كل ما يسبح في الفضاء من نجوم وكواكب واقمار واجسام بقى صخريه او اجسام غازيه في حاله حركه مستمره، يبقى تقول له الاجرام مين؟ السماويه. طيب دلوقتي العلماء عايزين يدرسوا الأجرام السماوية دي، واحد عايز يدرس الأقمار، واحد عايز يدرس النجوم يشوفها، واحد عايز يشوف الكواكب. فهيشوفوها ازاي؟ اخترعوا حاجة اسمها التلسكوبات. اسمها ايه؟ التلسكوبات. يبقى التلسكوب فايدته ايه؟ يجي لك في الامتحان ايه هي اهميته او فايدته؟ هتقول يستخدم في رؤية ودراسة الأجرام السماوية. يبقى دلوقتي احنا ممكن نبقى عايشين اهو على الارض عادي، واجيب التلسكوب نشوف كوكب الزهرة مثلا وهكذا. يبقى انا بستخدم التلسكوبات دي، انا عايزه ادرس الشمس، يبقى في تلسكوب شمسي، تلسكوب ممكن اشوف بيه الشمس. يبقى التلسكوبات دي انا بشوف رؤيه ودراسه مين؟ الاجرام السماويه. طيب التلسكوبات عندك نوعين تعرف اسمهم بس، عندك تلسكوب عاكس زي اللي انت شايفه، وعندك تلسكوب كاسر. لما يجي في الامتحان ويقول لك ايه انواع التلسكوبات، هتقول عاكس ايه وكاسر. ماشي، تلسكوب عاكس وكاسر، بيعكس الضوء بيكسر الضوء. تمام. طب فايدتهم ايه؟ هتقول لي رؤيه ودراسه الاجرام السماويه. فهمنا يعني ايه اجرام سماويه؟ يبقى كل حاجه في الكون بقى من كواكب واقمار دي بقول عليها اجرام سماويه. اول حاجه احنا بنشوفها كده لما نبص كده للسماء بالليل، تبقى ليله كده هاديه مفيش غيوم والسماء صافيه، تيجي تبص كده للسماء تلاقي ايه؟ نجوم، تلاقي حاجات صغننه كده، نقط صغننه مضيئه بتلمع. النقط الصغننه دي بسميها النجوم. طب هو انا ليه بشوفها صغننه؟ لان المسافه بيننا وبينها كبيره جدا جدا جدا، عشان كده احنا بنشوفها ايه؟ كانها نقط كده في السماء بس مضيئه. ولكن هي في الواقع فوق، في الحقيقه فوق، هي عباره عن اجسام فضائيه عشان بتبقى موجوده في الفضاء، ضخمه جدا. وكمان الاجسام دي اللي هي النجوم بتطلق كميات كبيره من الضوء والحراره، عشان كده احنا بنشوفها ايه؟ مضيئه. تقول لك ياه انا هجيب لك نجمه من فوق من السماء،
يبقى النجمة بتبقى ايه؟ النجوم مضيئة ولا معتمة؟ مضيئة. وعشان كده أكبر النجوم هو الشمس. ما هو الشمس ده نجم مش كوكب، اتفقنا يا أولى إعدادي؟ الشمس نجم ليه؟ لأن هو مضيء. الشمس بتديني حرارة وبتديني ايه؟ الضوء اللي بينور الدنيا. يبقى لما أقول لك مصطلح علمي أجسام فضائية ضخمة تطلق كميات كبيرة جدا أو كميات هائلة من الضوء والحرارة، اوتوماتيك تقول لي ايه؟ النجوم. طيب المسافة بيننا وبين النجوم كبيرة جدا زي ما قلت، هل ممكن نقيسها بالمتر؟ لا. طب نقيسها بالكيلومتر؟ قال لك لا يا عم، ده مسافة ضخمة جدا. امال ايه؟ قال لك هنقيسها بحاجة اسمها السنة الضوئية. قال لك السنة الضوئية دي عبارة عن ايه؟ مقدارها قد ايه؟ قال لك بص يا عم، السنة الضوئية عبارة عن 9 فاصل كده، الرقم ده تحفظوه، 9,767 في 10⁻²². يعني الأرقام دي كلها نحط قدامها 12 زيرو، هتديك ايه؟ المسافة بين النجوم، المسافة بيننا وبين النجوم، يعني مسافة ضخمة جدا. يبقى السنة الضوئية بتقدر بإيه؟ بالرقم ده، يبقى 9,467 في 10⁻²². يعني مسافة ضخمة جدا جدا، علشان احنا ايه؟ بنشوفها كده ايه؟ صغننة كده، تشوفها نقط كده ايه في السماء، سبحان الله. يبقى لما اقول لك السنة الضوئية عبارة عن ايه؟ عبارة عن المسافة اللي هيقطعها الضوء في سنة. يبقى لما اقول لك كده اكتب المصطلح العلمي، المسافة اللي هيقطعها الضوء في السنة كاملة دي بسميها السنة ايه؟ الضوئية. يبقى السنة الضوئية تعريفها مهم جدا. يبقى المسافة اللي الضوء هيقطعها في سنة، هو الضوء ده جاي لنا مثلا من الشمس، مش وهو جاي كده ليه سرعة، بياخد مسافة وبياخد زمن. اهو المسافة اللي بيقطعها ده في الزمن معين دي بسميها المسافة ايه؟ الضوئية. بسميها السنة ايه؟ الضوئية. يبقى السنة الضوئية مهمة جدا جدا. لما يقولك مثلا ماذا نعني بقولنا ان المسافة بين نجمين في الفضاء، مسافة بين نجمين في الفضاء 3 سنة ضوئية، يعني ايه الكلام ده؟ هتقول له والله يعني المسافة بين النجمين بيساوي ايه؟ بيساوي 3 سنة ضوئية اللي هو مديها لك، وعوض عن قيمة السنة الضوئية. طب قيمة السنة الضوئية اهو، حفظنا الرقم، وبعد كده ايه؟ بضربهم في بعض وبيطلع الرقم. تمام؟ يبقى بمنتهى البساطة، اتفقنا؟ الرقم ده مهم جدا. يبقى ده شكل من الاشكال اللي ممكن يجي لك ايه في الامتحان. طيب لو قال لنا احسب المسافة بالسنة الضوئية، يعني عايز المسافة بالسنة الضوئية، اعمل له ايه بقى؟ اقول له المسافة بالسنة الضوئية بتساوي المسافة بالكيلومتر، المسافة بالكيلومتر مش المتر، على الرقم طبعا بتاع السنة الضوئية اللي هو 9,467 في 10⁻²². القانون ده نحفظه وبعد كده هنحل عليه ان شاء الله في المراجعة على الدرس ده. يبقى لو قال لي احسبي المسافة بالسنة الضوئية، هقول له المسافة بالسنة الضوئية بتساوي المسافة بالكيلومتر على القيمة بتاعت السنة الضوئية. يبقى انا دلوقتي عرفت السنة الضوئية، عرفت تعريفها، وعرفت القيمة بتاعتها، وعرفت القانون لو انا عايزه استخدم احسب المسافه بالسنه الضوئيه. وكمان عرفت لو انا قلت لك هو معلش يعني السنه الضوئيه دي بنقيس بها ايه؟ يبقى بتقيس المسافه بين الاجرام السماويه، المسافات بين الاجرام السماويه. اتفقنا؟ نيجي كده يا اولى اعدادي نبص كده للنجوم اللي موجوده في السماء، تحس ان هي ايه؟ متبعشكه كده في السماء او بشكل عشوائي كده، هنا وهنا وهنا وهنا. ده اللي احنا بنفتكره، لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل النجوم دي تتجمع كده في مجموعات او تجمعات. التجمعات دي بنقول عليها المجرات. يبقى كلمة المجرات معناها ايه؟ معناها ان دي عبارة عن مجموعات النجوم. يبقى النجوم اللي احنا بنشوفها دي بتترتب في شكل معين بطريقة معينة، ربنا سبحانه وتعالى مرتبها في نظام معين. النظام ده بسميه المجرات. يبقى المجرات عبارة عن نظام نجمي، نظام مكون من النجوم. النظام النجمي ده بيتكون من آلاف الملايين من النجوم. يبقى الكون اللي ربنا خلقه فيه ملايين النجوم، بل بلايين النجوم. في فرق بين المليون والبليون، البليون أكتر. يبقى الكون كله ده اللي ربنا خلقه فيه بلايين النجوم. طيب المجرة بتاعتنا احنا بقى اللي احنا عايشين فيها، قالك المجرة دي
احنا اتفقنا خلاص مجرة يعني ايه؟ يعني نظام نجمي النجوم بتترتب فيه. طيب المجرة بتاعتنا اسمها مجرة درب التبانة. مجرة درب ايه؟ مش الدبانة، لا تبانة، او بيقولوا عليها مجرة الطريق اللبني. طيب ليه بنقول عليها الاسم ده؟ يعني ليه بقول عليها مجرة درب التبانة؟ اولا ده شكلها كده زي ما انتم شايفين، شكلها عامل زي الأذرع بتاعت المروحة، عبارة عن شكل بيضاوي كده، تمام، ومكون من 4 أذرع حلزونية. يبقى مجرة درب التبانة مكون من 5 أذرع؟ لا، مكون من 4 إيه أذرع. طيب إحنا بقى الكوكب الأرض بالكواكب بالشمس بالمجموعة الشمسية كلها عايشين على طرف ذراع من الأذرع ال4. تخيلوا، تخيلوا. يبقى أنا عندي مجرة درب التبانة بتاعتنا اللي كان شكلها الحلزوني أو البيضاوي ده، الأذرع بتاعتها حلزونية. المجموعة الشمسية بقى الكواكب بقى والشمس والأقمار بتاعتنا على طرف أو على ذراع أو على حافة الذراع من الأذرع بتاعت المجرة دي. سبحان الله. فيبقى إذا الكون كله فيه بلايين النجوم. طيب مجرة درب التبانة قال لك تحتوي على آلاف الملايين من النجوم. اتفقنا؟ طيب يبقى احنا عرفنا دلوقتي المجرة اللي احنا عايشين فيها اسمها ايه، وشوفنا شكلها. طيب هي ليه اسمها كده؟ يعني ليه اسمها مجرة درب التبانة او الطريق اللبني ليه؟ قال والله علشان هي بيبقى لونها ابيض كده باهت، كأنها ايه زي الحليب كده، زي اللبن كده. وكمان ممكن تشبه التبن المنثور، التبن كده لما ايه ابعشكه كده، فاهميني؟ فعشان كده بنسميها بالاسم ده مجرة درب التبانة. طيب احنا دلوقتي هندخل جوه المجرة بتاعتنا ونشوف بقى المجموعة الشمسية اللي احنا بننتمي ليها، ونشوف بقى المجموعة الشمسية دي بتتكون من ايه بالتفصيل. يلا نعمل لايك للفيديو. تعالوا بقى نشوف المجموعة الشمسية بتاعتنا بتتكون من ايه. من اسمها مجموعة شمسية، يعني اول حاجة فيها بتتكون اللي هي ايه؟ الشمس. يبقى من مجموعة شمسية من ضمن مكوناتها رقم 1 ايه؟ الشمس. طيب الشمس بيدور حواليها ايه؟ كواكب، تمام. طب الكواكب بيدور حواليها ايه؟ اقمار. طيب في كويكبات، في حاجة تاني اسمها شهب هندرسها، في حاجة تاني اسمها نيازك، في حاجة تاني اسمها المذنبات. يبقى لما اقول لك تتكون المجموعة الشمسية من نقط 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 نقط، يبقى تبقى عارفهم: شمس، كواكب، اقمار، كويكبات، تصغير للكوكب، الشهب والنيازك والمذنبات. يبقى كل دول من ضمن مكونات المجموعة مين؟ الشمسية. طيب تعالوا نشوف الشمس. قالك الشمس هي النجم الوحيد اللي موجود في المجموعة ايه؟ الشمسية بتاعتنا. يبقى النجم الكبير قوي ده اللي انت بتشوفه كبير، احنا بنشوف الشمس قرص كده، بس هل انت بتشوف باقي النجوم قد الشمس؟ لا. يبقى اكبر النجوم في المجموعة الشمسية بتاعتنا هو ايه؟ الشمس. وهو النجم الوحيد اللي بيبقى ايه؟ بقى ايه؟ مضيء بقى ما شاء الله، وبيطلع لنا ايه؟ الحرارة. قال لك الشمس دي مكانها فين او بتقع فين؟ قال لك الشمس دي بتقع في مركز المجموعة الشمسية، يعني الشمس بتبقى في النص وحواليها بقى ايه؟ بتدور الكواكب بقى والاقمار يبقى بتقع في مركز المجموعة ايه؟ الشمسية. يبقى كل ده تعرفوا عن الشمس يا جماعة. طيب نيجي بقى لحاجة مهمة، الكواكب. احنا هناخد كل ده بالتفصيل. خلصنا الشمس، بينا بقى للكواكب. وطبعا مين فاكر او مين عارف احنا عندنا كام كوكب في المجموعة الشمسية؟ برافو عليك، عندنا 8 كواكب. يبقى عدد الكواكب اللي في المجموعة الشمسية مهم جدا، هو كام؟ 8، عشان هيجيلك في الامتحان. طيب الكواكب دي بقى بتدور فين؟ قالك الكواكب بتدور حول الشمس. بتدور حول ايه؟ الشمس. وكل كوكب بيبقى ليه طريق، سبحان الله. الطريق ده احنا مش بنشوفه، يعني العلماء لما طلعوا الفضاء ما شافوش الجسر اللي الكوكب ماشي عليه، ولكن سبحان الله وكل في فلك يسبحون. يعني سبحان الله ربنا جعل ان كوكب الارض بيمشي بنظام حوالين الشمس، والكوكب التاني بنظام ونظام، وهكذا. لو النظام ده مش موجود تلاقي الكوكب ده دخل في ده وده ودخل في ده، حالة كده ايه؟ حالة عشوائية. لكن ربنا سبحانه وتعالى خلق كل شيء بقدر. يبقى الكواكب بتدور حوالين مين؟ حوالين النجم بتاعنا اللي هو الشمس.
تعالوا نشوف ادي 8 كواكب وبيدوروا حوالين الشمس بتاعتنا. اول كوكب كوكب عطارد، بعد كده الزهرة، بعد كده الارض، المريخ، المشتري، زحل، اورانوس، نبتون. يبقى الثمان كواكب دول هم اللي بيدوروا حوالين الشمس. طب تعالوا نشوف مين الاقرب للشمس. الاقرب كوكب عطارد. يبقى لما يجيب لك في الامتحان مين اقرب الكواكب للشمس هتقول له ايه؟ عطارد. طيب مين ابعدهم عن الشمس؟ نبتون. يبقى نبتون هو ابعد الكواكب عن مين؟ عن الشمس. وعطارد طبعا ايه اقربهم. طب مين اكبر الكواكب في الحجم؟ زي ما انتم شايفين كده، برافو عليه، كوكب المشتري. خلاص كده عرفنا ان عدد الكواكب 8. طيب احنا عرفنا يا مس ان الشمس ده نجم مضيء، يعني بيطلع لنا ضوء كده وحراره. طب يا مس هي الكواكب برضو اجسام ايه؟ الكواكب يا جماعه اجسام معتمه. يعني احنا دلوقتي عايشين على السطح بتاع كوكب الارض. طب كوكب الارض بيطلع نور؟ لا. مضيء زي الشمس؟ لا. يبقى الكواكب دي اجسام مالها؟ معتمه. وزي ما اتفقنا ان هي ايه؟ كرويه كده، عامله زي الدايره بتدور حوالين مين؟ الشمس في اتجاه واحد. قال سبحان الله الكواكب بتدور حوالين الشمس في مدارات ثابته. احنا اتفقنا في مدارات يعني طريق، يعني فلك ثابت كده. والفلك ثابت ده وبيدوروا بنظام معين بسبب ايه؟ طبعا حكمة ربنا سبحانه وتعالى وقوته، وبسبب قوة جذب الشمس للكواكب دي. ايه ده يا مس؟ هي الشمس ليها بتطلع قوة جاذبية؟ قوة جاذبية شمسية بتجذب الكواكب دي، بتخلي الكواكب يدوروا ايه؟ حواليها. خلاص. يبقى لما اقول لك المدارات اللي بتسبح فيها الكواكب او بتجري فيها الكواكب مدارات ايه؟ ثابته ولا متحركه؟ متغيره. ثابته. عشان كده كوكب الارض على طول ايه؟ بيلف في المدار بتاعه، ما راحش لمدار تاني. ما لا مش عاجبني المدار ده ما اروح للمدار تاني، لا. مدارات ثابته بسبب قوه جذب الشمس ليه. يبقى انا الشمس مسيطره بقى، كله بيدور حوالين الشمس. يبقى كل الكواكب دي بتبقى ايه؟ تحت سيطرة جاذبية مين؟ الشمس. زمان كانوا بيقولوا ان الكواكب عددها 9. قالك في كوكب كده اللي هو اخر كوكب بعيد جدا جدا عن الشمس، خلاص فلت من الجاذبية بتاعة الشمس، فخلاص ما بقاش ايه نحسبه، بقى ايه 8 كواكب بس بدل 9. اتفقنا يا جماعة؟ يبقى لما اقول لك اجسام معتمة كروية تدور في اتجاه واحد حول الشمس في مدارات ثابتة، تقول لي ايه؟ الكواكب. طيب احنا ادي الشمس في النص والكوكب ماشي ايه؟ حواليها، بيدور حواليها. هل بيدور في اتجاه عقارب الساعة كده؟ قال لك لا، بيدور عكس اتجاه عقارب الساعة. دي حكمة من ربنا سبحانه وتعالى. كده نرتب الكواكب دي من حيث الحجم، من الكبير للصغير ومن الصغير للكبير، ولازم تبقى عارف الترتيب التنازلي والتصاعدي، لانه ممكن يسألك يقول لك ايه مثلا؟ رتب الكواكب، يجيب لك كام كوكب يقول رتبهم من حيث الترتيب التصاعدي. طب تصاعدي يعني ايه؟ من الصغير للكبير، صح؟ طب اهو ده كده ترتيب تصاعدي. تمام. من اصغر كوكب لاكبر كوكب. زي ما شايفين مين اكبر كوكب في الحجم؟ المشتري. طب مين اقل كوكب في الحجم؟ عطارد. طيب الارض بتاعتنا بتحتل المركز الكم من حيث الترتيب في الحجم؟ تحتل المركز ايه؟ الرابع. تمام. بتحتل المركز الرابع ايه؟ تصاعديا، يعني وانا طالعه كده هي بتحتل المركز ايه؟ الرابع. طب المركز الخامس تنازليا من الكبير للصغير، بقى كوكب المشتري الاول، بعد كده زحل، بعد كده اورانوس، بعد كده نبتون، وهي رقم 5. اتفقنا؟ فتركزوا لي الارض مكانها فين، او من حيث الحجم الترتيب بتاعها، وطبعا مين اكبر الكواكب حجم ومين اقل حجم. يبقى زي ما شايفين كده تصاعديا من الصغير للكبير. طيب تنازليا من الكوكب الاكبر للاصغر. الاكبر كوكب زي ما شايفين المشتري، بعد كده زحل، اورانوس، نبتون، الارض، الزهره، والمريخ، وعطارد. اتفقنا؟ الترتيبات دي مهمه جدا جدا فوق ما تتخيل. جزئيه مهمه جدا. هنقسم بقى الكواكب بتاعه المجموعه الشمسيه اللي احنا شايفينها من حيث البعد عن الشمس، بقى هنقسمهم لمجموعتين. اول مجموعه بتتكون من 4 كواكب، ودي الأقرب للشمس، هنسميها مجموعة الكواكب الداخلية. يبقى أنا دلوقتي عندي كواكب إيه؟ داخلية. والأربع اللي باقيين بقى هسميهم كواكب خارجية. يبقى الكواكب من حيث بعدهم عن الشمس بنقسمهم لإيه؟ بنقسمهم لحاجتين أو لمجموعتين، مجموعة الكواكب الداخلية ومجموعة الكواكب الخارجية. طب تعالوا كده نقارن ما بينهم. زي ما شايفين مجموعة الكواكب الداخلية الأقرب ولا الأبعد من الشمس؟ الأقرب إلى إيه؟ إلى الشمس. طيب الكواكب الخارجية لا، أبعد عن الشمس.
خلاص، لان ممكن يجيلك ايه اسئله كتير جدا، ممكن يجيلك قارن صح او خطأ وهكذا. طيب الكواكب الداخليه زي ايه وايه؟ يبقى تقول له الزهره، عطارد، الزهره، الارض، المريخ. طيب الخارجيه المشتري بقى وزحل واورانوس ونبتون. تمام. طيب الكواكب الداخليه شايفين احجامها عامله ازاي؟ برافو عليك، يبقى احجامها مالها؟ احجامها صغيره. طيب احجامها صغيره علشان كده ممكن نسميها مجموعه الكواكب الصغيره. مجموعة الكواكب ايه؟ الصغيرة. طيب المجموعة دي بقى لا يا مس دي احجامها كبيرة، عشان كده ممكن نقول عليها مجموعة الاحجام ايه؟ الكبيرة او العملاقة، احجامها كبيرة جدا. طيب تعالوا نشوف، قالك الكواكب الداخلية كلها دي اللي هما دول، قالك الكواكب الداخلية دي كل كوكب بيحاط بغلاف جوي. ربنا خلق لكل كوكب غلاف جوي ما عدا كوكب عطارد. ما عدا كوكب ايه؟ عطارد. يبقى خلي بالك مجموعة الكواكب الداخلية او مجموعة الكواكب الصغيرة صغيرة الحجم، كل الكواكب دي سواء الزهرة، الارض، المريخ، كلهم ليهم غلاف جوي ما عدا مين؟ عطارد ملهوش غلاف جوي. خلاص. طيب تعالوا بقى نشوف الكواكب الخارجية هل بيحاطوا بغلاف جوي ولا لأ؟ قالك كلهم بيحاطوا بغلاف جوي. كلهم بيحاطوا بمين؟ بغلاف جوي. اتفقنا؟ يبقى الكواكب الداخلية في 3 بس هم اللي بيحاطوا بغلاف جوي ما عدا عطارد مش بيحاط. طيب المشتري وزحل واورانوس ونبتون كلهم ليهم غلاف ايه؟ جوي. اتفقنا؟ طيب قالك الكواكب الداخلية الكثافة بتاعتها مرتفعة شوية. كثافتها، ركز في الحتة دي، كثافتها ايه؟ مرتفعة نسبيا. كثافتها مرتفعة ايه؟ نسبيا. طيب هنا بقى قالك لا دي كثافتها منخفضة نسبيا. كثافتها ايه؟ منخفضة نسبيا. يبقى بالرغم ان هم حجمهم كبير جدا ولكن كثافتهم منخفضة ايه؟ نسبيا. لكن المريخ بقى والارض والزهرة وعطارد الكثافة بتاعتهم ايه؟ مرتفعة نسبيا. قالك طب لو جاب لنا سؤال على ليه كثافتهم مرتفعة، هتقول لانهم بتتكون من ايه؟ الكواكب دي كلها بتتكون من صخور ومعادن. يبقى كوكب الارض بقى بنلاقي فيه صخور ومعادن، الكوكب التاني بنلاقي فيه صخور ومعادن. طيب امال الكواكب التانية دي؟ قالك دي بتتكون من غازات متجمدة، عشان كده كثافتها قليلة. بتتكون من غازات ايه؟ متجمدة. يبقى لو جبت لك سؤال علل الكواكب الخارجية كثافتها منخفضة نسبيا، هتقولي والله الإجابة لأنها بتتكون من غازات ايه؟ متجمدة. طب لو قلت لك العكس بقى، في الكواكب الداخلية مرتفعة نسبيا كثافتها، هتقول لأنها بتتكون من صخور وايه؟ ومعادن. طب كثافتها مرتفعة نسبيا قد ايه؟ قالك والله بتتراوح من 3.3 إلى 5.5 جرام لكل سنتيمتر مكعب. طبعا وحدة قياس الكثافة احنا خدناها في الترم الأولاني. يبقى الرقم ده مهم. يبقى كثافة الكواكب الداخلية كم؟ من 3.3 إلى 5.5 جرام لكل سنتيمتر مكعب. طب دي قالك والله من 7/10 إلى 1.3 جرام لكل سنتيمتر ايه؟ مكعب. الأرقام دي مهمة. ماشي. يبقى هنا كثافتها منخفضة اهي من 7/10 لحد 1.3، لكن دي لأ من 3.3 ل5.5. خلاص. طيب لو انا قلت لك الكواكب الخارجية دي احنا اتفقنا ان هي ايه؟ بتتكون من ايه؟ بتتكون من غازات متجمدة اتجمدت. تمام. طب لو قلت لك علل ليه الغازات المكونة لمجموعة الكواكب الخارجية دول بتبقى موجودة في صورة متجمدة؟ يعني ليه الغازات متجمدة؟ برافو عليك، هتقولي لحاجتين، لارتفاع الضغط وشدة البرودة. طبعا الكواكب ايه؟ باردة. ليه باردة؟ لانها بعيدة عن الشمس، فمن شدة البرودة وارتفاع الضغط الغازات بيحصل لها ايه؟ تتجمد. خلاص كده يا شباب عرفنا الفرق بين الكواكب الداخلية والخارجية، مهمة جدا جدا جدا. زي ما قلنا ان الشمس بيبقى ليها قوة جاذبية بتجذب الكواكب بتخليهم بيدوروا في مدارات ثابتة، كذلك كل كوكب بيبقى ليه كتلة معينة. يبقى اذا كل كوكب بيبقى ليه جاذبية معينة. يبقى قوة الجاذبية اللي ربنا خلقها سبحانه وتعالى بتتوقف على حاجتين، بتتوقف على الكتلة وعلى المسافة. يعني ايه؟
يعني هشوف كتلة الكوكب ده قد ايه. قال لك كل ما زادت الكتلة الاقي الجاذبية على الكوكب ده زادت. وعشان كده اكبر الكواكب كتلة، الاكبر طبعا في الحجم بقى احنا عرفنا المشتري، وبرضه كبير في الكتلة، يبقى الجاذبية بتبقى كبيرة جدا 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 في كوكب ايه؟ برافو عليك، المشتري. الحاجات دي مهمة تعرفها. يبقى اكثر الكواكب جاذبية هو كوكب مين؟ المشتري. خلاص. طب اقلهم خالص كوكب المريخ. ماشي. طيب كوكب الارض، طبعا كوكب الارض ليه جاذبية بسميها الجاذبية الارضية. قال لك كوكب الارض احنا عرفنا الكواكب الداخلية، قال لك هو رقم 3 بيحتل المركز الثالث من حيث ايه؟ الجاذبية. طيب تعالوا بقى ندخل لكوكب الارض. احنا اتفقنا مين اكتشف الجاذبية اصلا؟ اللي اكتشف الجاذبية واحد اسمه اسحاق نيوتن. تمام؟ نيوتن. طبعا احنا خدنا نيوتن اللي هي ايه؟ وحدة قياس القوة بقى والكلام ده، ده عالم اصلا يعني. فهو كان قاعد تمام تحت شجرة، فوقعت عليه تفاحة. بدل ما ياكلها بقى وهوبا كده خلاص شكرا كده ويحمد ربنا، لا، ابتدى يفكر طب هي التفاحة ليه وقعت؟ طب وقعت ليه لتحت؟ ما طارتش ليه لفوق؟ واشمعنى؟ والكلام ده كله لحد ما اكتشف ايه؟ الجاذبية. طيب احنا الارض ليها كتلة يبقى ليها جاذبية. طيب ايه المسافة بقى؟ قال لي كل ما ابتعد تمام كل ما الاقي ان الجاذبية قلت. بمعنى دلوقتي وانت قاعد على سطح الارض واحنا قاعدين في بيتنا، الجاذبية بتاعتنا ايه؟ كبيرة جدا. كل ما بطلع للفضاء بقى وعلماء الفضاء يطلعوا الاقي الجاذبية تقل لحد ما يوصلوا للفضاء. عشان كده جوه سفينة الفضاء تلاقي العالم من العلماء مش واقف ثابت زينا، لا ده بيعوم. ليه؟ عشان مفيش جاذبيه. يبقى كل ما المسافه بتزيد كل ما ببتعد الجاذبيه بتقل لحد ما يبقاش في جاذبيه خالص. اتفقنا؟ يبقى بزياده المسافه الجاذبيه بتقل، لكن الكتله كل ما كتله الكوكب زادت الاقي ان الجاذبيه بتاعته ايه؟ زادت. الجزئيه دي مهمه جدا. وبعد ما شفنا بقى الشمس والكواكب بقى بكل حاجه، نيجي بعد كده الاقمار. عندنا على كوكب الارض بنشوف ايه كده في بالليل؟ بنشوف القمر. كام قمر؟ قمر واحد بس. طب القمر ده جسمه معتم ولا مضيء؟ يبقى يمس لا استني، ده انا بشوفه مضيء. لا هو مش مضيء، هو القمر ده جسم معتم بيدور حوالين الكوكب. يبقى كل كوكب بيبقى ليه فيه ايه؟ اقمار بتدور حواليها. بس في كواكب ما فيش اقمار اصلا بتدور حواليها، زي اول كوكبين عطارد والزهره. يبقى كوكب عطارد والزهرة دي مش بيدور حواليها أقمار خالص. طيب احنا ليه بنشوف القمر مضيء يمس؟ بسبب انعكاس الشمس عليه، هو بيعكس ضوء الشمس، عشان كده انت بتشوفه ايه؟ مضيء، لكن هو اصلا مش مضيء. تمام؟ يعني في عالم اسمه نيل ارمسترونج، هو اول عالم هبط على سطح القمر. فالقمر كده جسم ايه؟ معتم عادي جدا زي الارض بس اقل شويه. يبقى الأقمار هي أجسام معتمة بتدور حوالين مين؟ الكواكب. طيب كل كوكب بيبقى ليه أقمار بتدور حواليه. طب القمر ده بيدور حوالين الكوكب ده اشمعنى يعني؟ قال لك والله كل كوكب بيبقى ليه جاذبية. يبقى إذا القمر ده بيدور حوالين الكوكب ده بسبب الجاذبية بتاعت الكوكب. يبقى القمر بنقول عليه تابع للكوكب. يبقى كوكب الارض ليه قمر واحد بيدور حوالين الارض بس. ما يقولش بو انا دايما بدور حوالين الارض، طب ما اروح المريخ. طب واحد من المشتري مثلا يقول لا انا زهقت بالكوكب ده اروح لتاني. لا، كل كوكب بيبقى ليه قمر تابع ليه. يبقى انا ممكن اعرف الاقمار اقول دي عباره عن توابع بتخضع لجاذبيه الكواكب اللي بتدور حواليها، صح ولا لا؟ يبقى التعريف ده مهم. يبقى لما اقول لك اجسام معتمه بتدور حول الكواكب تقول لي الاقمار. طب لما اقول لك توابع بتخضع لجاذبيه الاقمار جاذبيه الكواكب دلوقتي هنيجي لنقطه مهمه جدا يا اولى اعدادي وتركزوا عليها جدا، هي عدد الاقمار اللي بتدور حوالين الكواكب. زي ما اتفقنا ان كوكب الزهره والعطارد مريحين نفسهم مفيش كواكب بتدور حواليهم. طيب كوكب الارض قمر واحد. طب المريخ بيدور حواليه كام قمر؟ 2. الارقام تتحفظ. طب المشتري 62 كوكب، 62 قمر. طيب زحل 60 قمر. طيب اورانوس 27 قمر، ونبتون 12 قمر. يبقى عدد الاقمار اللي بتدور حوالين الكواكب مهمين جدا جدا جدا. نبتون 12، اورانوس 27،
زحل 60، المشتري 62، طبعا المريخ 2، الارض قمر 1، العطارد والزهرة مفيش اي اقمار. اتفقنا؟ ودي بقى كده خلصنا ايه الاقمار. نيجي لتالت حاجة اللي هي الكويكبات. في فرق بين الكوكب الكبير والكويكبات، فتعالوا نشوف يعني ايه كويكبات. نعمل اتفقنا يا اولى اعداد اللي انا عندي الشمس اهو، وعندي كواكب داخلية اللي هم 4 كواكب، وعندي كواكب خارجية. قال لك بين الكواكب الخارجية وبين الداخلية في منطقة هنا بتفصل بينهم. المنطقة اللي بتفصل بينهم بتبقى فيها كتل صخرية أحجامها مختلفة بتسبح في المنطقة دي. طب المنطقة دي بتسمى إيه؟ بتسمى حزام كويكبات سيارة. يعني إيه حزام كويكبات سيارة؟ إحنا اتفقنا كلمة كويكبات معناها كتل صخرية أحجامها مختلفة، أجسام فضائية معتمة بتتفاوت في الحجم. طيب الكويكبات دي بتسبح فين او بتلف فين او بتبقى متواجده بشكل كبير فين؟ في المنطقه دي. طب المنطقه دي اسمها ايه؟ اسمها حزام الكويكبات السياره. سياره يعني مش عربيه، لا سياره يعني بتتحرك، ماشي، بتمشي. يبقى لما اقول لك يعني ايه حزام الكويكبات السياره هتقولي والله دي المنطقه اللي بتفصل بين الكواكب الداخليه والكواكب الخارجيه. اتفقنا؟ وبتدور فيها او بتسبح فيها الكويكبات. طيب كويكبات يعني ايه؟ يعني اجسام صخريه فضائيه متفاوته ايه في الحجم. طيب ممكن كويكبات من دولة تمام يطلعوا بره جاذبيه الشمس، يفلتوا من جاذبيه الشمس. طب لما يفلتوا من جاذبيه الشمس هيروحوا بقى في اتجاه مين؟ الارض، اتجاه كوكب الارض بتاعنا. طبعا ربنا سبحانه وتعالى خلق كوكب الارض وجعل حواليه حمايه ليه. الحمايه دي بسميها غلاف جوي، هتاخده ان شاء الله في تاني اعدادي. يبقى حوالين الارض في غلاف ايه؟ جوي. طيب الكويكبات اللي هي الكتل الصخريه دي اللي بتسبح في الفضاء، قال لك لما تيجي تسقط على، عايزه تروح لكوكب الارض، هتسقط على كوكب الارض هتلاقي مين قدامها؟ تلاقي الغلاف، فتروح تتحرق. تروح ايه؟ تتحرق. فلما بتدخل الغلاف اللي جوه بتتحرق على هيئه حاجه اسمها شهب ونيازك. شهب وايه؟ ونيازك. فتعالوا نمسح السبوره ونشوف يعني ايه شهب ونيازك. تعالى دلوقتي نشوف يعني ايه شهب. الشهب اتفقنا ان هي كتل صخريه. يبقى احنا كنا متفقين ان بين الكواكب الداخليه وبين الكواكب الخارجيه في المنطقه دي في كتل صخريه، الاف من الكتل الصخريه، الاف كتيره جدا جدا جدا. الكتل الصخريه دي فلتت من جاذبيه الشمس، هتروح لفين بقى؟ هتروح لكوكب الارض بتاعنا. وزي ما اتفقنا كوكب الارض محمي بمين؟ بالغلاف الجوي. طيب دلوقتي الكتل الصخريه الصلبه دي الصغننه بقى لما دخلت الغلاف الجوي احتكت بجزيئات الهواء فاحترقت كلها. يبقى دلوقتي وانت قاعد كده تلاقي ايه؟ زي ما كده في السماء احيانا كده تلاقي ايه؟ زي ما يكون في سهم اتضرب كده، نار اتحرقت كده، تمام، سهم كده، سهم مضيء. السهم ده عباره عن شهب، الشهب اتحرقت كلها. يبقى الكتل الصخريه لما تدخل الغلاف الجوي بتاع الارض وتتحرق كلها، الكتله كلها الصخريه دي تتحرق تماما نتيجه احتكاكها بجزيئات الهواء، يبقى دي بقول عليها ايه؟ شهب. يبقى الشهب هي كتل صخريه صغيره بتحترق تماما لما تخترق بقى الغلاف الجوي لكوكب مين؟ الارض. طب هي ليه اتحرقت؟ بسبب احتكاكها بجزيئات ايه؟ الهواء. يبقى الشهب كل الكتل الصخريه بتتحرق. طب نفترض ان في كتله صخريه دخلت الغلاف الجوي، اتحرقت الطبقه اللي من فوق بس لسه في جزء صلب تاني. الجزء الصلب ده هيروح فين؟ هيقع على الارض. لما بيقع على الارض بنسميها نيازك. بنسميها ايه؟ نيازك. يبقى عرفت الفرق بين الشهب والنيازك. الشهب لما بتدخل غلافك الجوي، الغلاف الجوي بتاع الارض بتتحرق كلها. طيب لا، النيازك الجزء الخارجي اتحرق بس لسه في فاضل جزء برضه صلب. الجزء ده هيتخبط بقى، هيقع على سطح الارض، يعمل حفره كبيره جدا جدا لما يتخبط بالارض. يبقى ده بسميه ايه؟ نيزك. يبقى جزء منه اتحرق وجزء منه ايه؟ صلب قاعد. الجزء الصلب ده بقى وقع على الارض فعمل حفره ايه؟ كبيره. اكبر نيزك وصل لكوكب الارض وبالتحديد في جنوب افريقيا كان بيصل ل 80 طن. يعني عارفين يعني ايه 80 طن؟ حاجه كبيره جدا. ال 80 طن دي الكتله الصخريه دي وقعت على الارض عملت حفره كبيره.
خلاص يبقى عرفنا بين الشهب والنيازك. طيب نيجي بعد كده لاخر حاجه في درسنا يا اولى اعدادي، ونعمل لايك للفيديو كلنا، وهي المذنبات. تعالوا نشوف ايه هي المذنبات. في الأول خلينا نعرف يعني إيه مذنب. المذنب ببساطة هو أحد الأجرام السماوية اللي بيتكون من كتل جليدية وصخور وبعض الغازات، وشكله بيكون عادة غير منتظم. زي ما شفنا يا أولى إعدادي إن المذنبات عبارة عن كتل من الصخور والثلج والغازات المتجمدة. خلاص كلهم إيه متجمدين، بتدور حوالين الشمس في مدارات بيضاوية شديدة الاستطالة وبتتقاطع مع مدارات الكواكب. طيب يبقى زي ما شفنا كده في الفيديو ادي المذنب، والمذنب بيتكون من رأس وذيل. يبقى اذا المذنب تركيبه يتركب من نقط ونقط، يبقى من ايه ومن ايه؟ برافو عليك، من رأس المذنب وذيل المذنب. طيب ذيل المذنب، الذيل اللي من ورا ده كده اهو اللي انتوا شايفينه عبارة عن سحابة غازية، سحابة غازية. طب الرأس بقى، الرأس بقى قالك بيتكون من كرات ثلجية. طب الكرات الثلجية دي عبارة عن ايه؟ قالك عبارة عن غازات متجمدة زي ثاني أكسيد الكربون، زي النيتروجين، زي الميثان، وبيبقى معاها أجزاء صخرية برضو، بيبقى معاها أتربة، بيبقى معاها جزيئات مية. يبقى علشان كده احنا بنقول ان المذنبات عبارة عن ايه؟ كتلة من الصخور بقى والتلج والغازات المتجمدة اللي بتدور حوالين مين؟ الشمس. خلاص. طب خلي بالنا، هما بيدور المذنب ده بيدور حوالين الشمس في مسافة قد ايه؟ قالك يا عم ده ممكن ياخد 76 سنة علشان يدور حوالين مين؟ الشمس، يكمل دورة. طبعا في مذنبات بقى يعني ايه بتاخد سنين طويلة جدا. قالك أشهر المذنبات اللي تم رصدها على كوكب الأرض حقيقي هو المذنب هالي. المذنب إيه؟ هالي. قال لي المذنب ده بيكمل دورة حوالين الشمس في كام سنة؟ في 76 سنة. يعني كل 76 سنة بيكمل دورة. قال شافوه في السماء بتاعتنا، السماء بتاع كوكب الأرض سنة 1986. ياه، طب ده 1986 عد عليهم بقى 76 سنة ليه لا نشوفه مرة تانية. خلاص، سبحان الله يعني. يبقى ده احنا لسه بقى يعني فاضل لنا نشوفه مرة تانية في سنة 2062. تخيلوا، يبقى سنة 2062 عليكم بخير، احنا لسه في 2024. في 2062 بقى هنشوف المذنب ده هالي مرة تانية، بياخد وقت طويل جدا. خلاص، يبقى المذنبات لما اقول لك اكتب مصطلح العلمي، كتل من الصخور والتلج بقى والغازات المتجمدة اللي بتدور حوالين الشمس في مدارات وبتتقاطع في مدارات مع مدارات الكواكب، تقول لي ايه؟ المذنبات. وزي ما عرفنا بتتكون من رأس وذيل. الذيل عبارة عن سحابة غازية، اما الرأس بيتكون من جزئين، جزء بيبقى صخري ومعاه الاتربة وبخار الماء، وغازات متجمدة زي ثاني اكسيد الكربون، زي الميثان، زي النيتروجين. وبكده يا اولى اعدادي نكون خلصنا درس الاجرام السماويه على الف خير. اشوفكم ان شاء الله في الدروس اللي فاضله، كوكب الارض والصخور والمعادن. اشوفكم على الف خير باذن الله، ويلا بينا نعمل لايك الفيديو، وسلام.